السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال. خواتاتي غادي نشارك معكم طويجين بالدجاج، وغنشارك معكم كيك مالح فردي. كيجي زوين بصراحه، كيجي رائع. انا جربته عاد غنشاركو معكم، قلت علاش لا نشاركو مع خواتاتي. يلا دوزو معايا كيفاش غنقاد الطويجين ديالي. غندير طويجين خفيف خفن زربان وظريف. هنايا خواتاتي عندي هنايا غنديرهم هكايا بفخيطات ديال الدجاج. عندي هكايا واحد 4 ديال الفخيطات هما اللي غادي ندير، ودرت هنا زويته وغادي ندير مليحه، بقى ما درتهاش. ندير مليحه معكم هكا، وغادي نصب هاد الطاجين هذا. راه كيجي زوين هكايا، كديروه في الفطور ولا هكايا في السحور. علاش لا؟ اللي كيبغي يتعشى به ولا يتسحر به حنا نديرو ان شاء الله للفطور. درت مليحه وغادي غندير فيه غير البصيله وصافي البلاص والزيتون. هادشي اللي كاين. غادي ندير هنايا، غندير هاد الثومه هادي حتى هي غنديرها، وغادي ندير التوابل. عاد ندير البصله والصفر والمعدنوس. وهذه هي الحشوه البنات اللي غادي نقدم معكم ديال نشوف كيبان لكم ديال هذه الكيك المالح. انا درت تقريبا هنا درت واحد البصيله، ودرت هكا فليفله حمراء خضراء هكا صفراء حتى هي درت منها شويه. وهذه اللي شفتوها هكا هذه شويه، هذه حاره شويه باش يجونا حاره يجونا زوينين. يلا خليكم معايا باش نمشيو فين. دابا خواتاتي كما قلت لكم ندير التوابل. غندير سكينجبير، ندير هكا سكينجبير. الدجاج راه كيبغي سكينجبير، درت هكا معلقه سكينجبير. وغادي ندير البزار، وندير الخرخوم بطبيعه الحال، شويه ديال الخرخوم هكا. ضربت معلقه هكا ديال البزار وهو كيتشحر. وغادي نزيد الخرخوم كما قلت لكم. هكايا معلقه. وغادي ندير دابا البصيله ديالي ونخليه يتقلى مزيان هكا. ندير هنايا درت هنايا واحد البصيله كدا راها كبيره، وغادي ندير هكايا داك القزبر والمعدنوس اللي قطعت صافي. وغادي هكا نخليه هكا، غنسد عليه هكا الطويجين ونخليه حتى يطلق مزيان داك الميحه ديالو، بعد نحركو. وهنايا راه الفلفله غنسد عليه دابا خواتاتي. وهذه هنايا راه الفلفله كتشحر، هانتوما كتشحر حتى هنايا صافي. غتشحر هي مزيان، ما نزيدلهاش شويه ديال الفلفله هكا صافي. وغادي ندوزو الوصفه الثانيه اللي هي الكيك مالح. طويجينا البنات ها هو راه كيتقلى ويطلق ديك المياه ديالو، راه ما درت ليه لا ما حتى شي حاجه. دابا غنخليه يطيب هكا على خاطرو، ومن بعد غنزيدو البيض وغادي نزيد دابا نشارك معكم الكيك المالح. بسم الله على بركه الله. عندنا هنا جوج بيضات، عندنا كاس الحليب، عندنا واحد الخماره، عندنا هنا واحد 4 كاس ديال الزيت، وعندنا هنايا درت هنا شويه ديال الزعتر. بالنسبه للحشوه راني درت فيها شويه ديال الكفته، وضفت عليها هكا الزيتون خضر مقطع. بعد ما درتها 2 بيضات، ودرت هنا واحد قبيصه ديال الملحه. ودابا غادي نضربهم هكا شويه. اش كيبان لكم؟ نقاد الزبوره البنات. عرفتوا واش تيبان لكم مزيان ولا لا؟ تنظن دابا مزيان. غادي نخلطو مزيان صافي. وغنزيد عليهم ديك الزويته هكا، ديك 4 كاس ديال الزيت. راه كيجيو زوينين هكا، يعني بلا ما هكا الواحد يدير داك الكيش هكا. بعض المرات تيكون مدروك ولا شي حاجه يدير هادو، راه حتى هما كيجيو زوينين مالحين، كيجيو بصراحه كيجيو غزالين.
صافي. وغادي ندير كاس ديال الحليب، وغادي ندير هاد الزعترات هادو هكا باش يجي فيهم ديك النسمه ديال الزعتر. وغادي ندير شي ديال رويسه المعلقه ديال البزار حتى هو شي ديال البزار صافي. وغادي نخلطهم. وغادي ندير البنات غندير 2 كيسان، غندير كاس الاول ديال الطحين ونغربلو، والثاني غادي ندير فيه ديك الخماره كما كتشوفوا. صافي غنضيف فيه الكاس ديالي ديال الكاس الاول ديال الطحين. لما نطول عليكم اخواتاتي الفيديو، غنضيف الاول هاد الكاس، غنعمر غير هذا، غنقطع حتى نقاد الطحين ونرجع. انا ضفت اخواتاتي هنايا راه ضفت داك الكاس ديال الطحين وزدت عليه ديك الخماره، وغادي نطربها مزيان، نطربها ونشوف الا انا باش درتها راه درت 2 كيسان، ولكن على حسب النوعيه نتوما اللي عندكم ديال الطحين. كتبان ليا هنا راه باقا خفيفه، هي كتبغي شويه تكون هاد المالحه كتبغي شويه تكون ثقيله، ما تكونش خفيفه بزاف. غادي نزيد داكشي، غنزيد نص كاس تقريبا البنات. راه الكاس الثاني راه ما عمرش درت غير ما عمرتوش. هانتوما هذا هو القوام ديالها. انا غادي نطربها مزيان، خصها تطرب مزيان، وغادي نزيد عليها واحد المعلقه ديال الخل صافي خواتاتي. وديك الساعه غادي نديرها في المولاس. البنات انا درت هاد المولاس هادو هما اللي غنخدم بيهم. انا بديت كنعمرهم، تندير تقريبا هكا واحد 2 معلقات. وهذه الحشوه ها هي، زدت فيها البنات الكفته، وزدت فيها شويه ديال الزيتون خضر هكا مقطع صافي. غادي نعمر هاد المولات كاملين، وغادي ندير ديك الحشوه غندير هكا فوق منهم، وهانتوما تشوفوا النهايه. صافي اخواتاتي غنعمر هذاك الشيء كامل ورجعنا. صافي اخواتاتي هنا راه عمرتهم كاملين، ودابا غنبدا ندير ندير الحشوه هي هذه ديال الحشوه اللي درت معكم. غنبدا نكبها هكا، كل وحده دير فيها هكا شويه. هانتوما نبقى ندير كما قلت لكم، كتجي زوين. هاد واحد يغير شويه من البيتزا كما قلت لكم، اللي عكز على لي كيش يدير هادو، هما كيجيو في بلاصتهم كيجيو زوينين. تبارك الله راه خرجوا هان ديك 2 بيضات تبارك الله. وهاد الوصفه هذه المقادير ديالها راه خرجات تبارك الله. صافي دابا غنكملهم نعمرهم هكا كاملين، وغادي ندير فوق منهم الفران. عفوا البنات واقيلا صايمه واقيلا صايمه انايا. قلت لي غندير فوق منه، قلت لكم غندير فوق منهم الفران مدوش عليا رانا صايمه كنغلط اخواتاتي. غادي ندير فوق منهم كما قلت لكم الفرماج، ماشي الفرماج غندير فوق منهم، وغادي نشعل ديك الساعه الفرماج مالي اليوم واش انا صايمه. كنضحك معكم اخواتاتي. غادي كما قلت لكم غنكملهم كاملين. انا كملتهم، وغادي ندير فوق منهم الفرماج، وغادي نشعل الفران على 180 درجه، وغادي نشعل غير لتحت، حتى يطيبوا. وديك الساعه نشعل عليهم الفوق يتحمروا. وها هما وجدوا معنا بيد ما طاب طويجين حتى هوايا. ونشارك معكم نهائي ديال الوصفات اللي شاركت معكم اليوم في رمضان. صافي اخواتاتي يلا نخليكم دابا، ما نكثرش عليكم الهضره، كثرت عليكم الهضره واقيلا. هذه راه هي فلفله حاره تيجيو هكا، ديروا فيهم نتوما هكا شويه ديال الهريسه. انا درت غير فلفله قطعتها ما قلتهاش لكم، سمحوا لي. صافي هادشي اللي كاين. صافي جات هي هذيك مقاده معاهم هاد الحشوه هادي، وجاو عامرين. ايوا كثرت عليكم اخواتاتي الهضره، سمحوا لي. صافي
يلا خواتاتي تيطيبوا ان شاء الله وتشوفوا الشكل النهائي. غنديروا فرماج ها نتوما شوفوا الفرماج غنديروا كم الفوق. انا بصراحه البنات راه درتهم البارح ودرتهم ونسيت ما درتش فوق منهم هكا الفرماج، جاو زوينين وقلت علاش ما نشاركهمش مع خواتاتي، عجبوني هكا ما نشاركهمش معكم. صافي انا كملت هكا الفرماج. يلا خواتاتي دابا غنشعل الفران تيطيبوا ان شاء الله ونرجع معكم. هانتوما خواتاتي راه طابوا، زينتهم هكا بشي ديال الزيتون، عاد درتهم هكا يطيبوا. هانتوما كيجاو محمرين وزوينين. والطويجين ديالنا تا هو درت فيه الزوينات، درت فيه فلفله ها هو قريب يوجد. وصافي خواتاتي نقادهم هكايا ونرجع معكم ان شاء الله في نهايه الفيديو. وهذا هو الطويجين اللي وجدت معكم اخواتاتي. شوفوا كي جا زوين معلك وجا زوين. زينتو هكا بهاد الزيتون كما قلت لكم وفلفله. وهادو هما يا الكيك المالح كيف جاو غزالين، جاو زوينين. هانتوما شتي كي جاو خفاف وجاو رائعين. نبغيكم اخواتاتي تجربوا هاد الوصفات هادو الحادقات. هانتوما اخواتي جاو محمرين وزوينين، جربوهم وردوا عليا في شي كومونتير. ما تنسونيش اخواتاتي بشي لايك وشي اشتراك. ومرحبا بالجداد والخدام، مرحبا بكم في القناه ديالي. شجعوني باش نبقى نعطيكم المزيد والمزيد ان شاء الله يا رب العالمين. وهذا هو الطويجين كما قلت لكم. هادو عفوا الكيك المالح حتى هو كيف جا خفيف وجا زوين. ما تنسونيش اخواتاتي بشي لايك واشتراك شي كومونتير زوين بحال دائما. يلا الغزالات ديالي بالصحه فطوركم وبصحه فطورنا وبسلام عليكم. تهلاو ليا فراسكم الى فيديو جاي ان شاء الله باذن الله. يلا بسلام عليكم.